السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبعافية. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قولوا لي كده في اول الفيديو، انتوا ايه حكايتكم معايا؟ ولا لايكات ولا متابعات ولا تعليقات، ليه يا جماعة كده؟ ليه يا حبايب قلب ام يوسف؟ ام يوسف مش عاجباكم؟ كل الناس اللي دخلت عندي جديد مش بشوف لهم اي تعليق. ما شاء الله دخل عندي في الاسبوع ده مثلا بتاع 200. ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر. يعني فين تعليقاتكم الحلوه وفين كلامكم الحلو اللي يديني حافز كده ويشجعني ان انا اكمل، لان انا لسه ما عملتش ال 4000 ساعه يا جماعه. يلا شجعوني بقى بلايك حلو وتعليق حلو بقى حبايب قلبي. بصوا بقى النهارده هعمل لكم فيديو يستاهل والله. هو هيبقى طويل شويه معلش بس يستاهل. هنعمل فرخه مشويه بس هنديها غلوتين 3 بحيث ان احنا ناخد الشوربه نستفاد بيها، وبعدين هنشويها بطريقه معينه وتتبيله معينه حلوه قوي. ماشي حبايبي؟ عندي فرخه كده 1.5 كيلو، غسلاها وشقاها زي ما انتم شايفين كده، وغسلتها وخليتها زي الفل ونقعتها بجنزبيل وليمون وملح وخليتها زي القشطه اهي. بس شايله منها العظم، ده مكان العظم. ماشي؟ هنديها بس غلوه ميه بجنزبيل بملح بفلفل بحبهان بجزرايه ببصلايه، بسم الله ما شاء الله. يعني تتبيله حكايه اللي هي ننزل فيها الفرخه. هننزل بالفرخه كده لمده نص ساعه بس، وبعدين هنعمل لها تتبيله وهنشويها برده، ونستفاد بالشوربه نعمل بيها اي حاجه كده. ادي ايه الفرخه المشويه النهارده. هنعمل بقى النهارده مسقعه دايت ومسقعه اللي هي بتتخن، يعني بتنجان مقلي وبتنجان مشوي. هنعمل صينيه دايت لحد عايز مسقعه دايت، وحد عايز يتخن فهنعمله مسقعه تخن بالبطاطس وباللحمه المفرومه. وادي الطماطم فل اهي، وهنا البتنجان قطعته وقشرته بس مش قشرته كامل، خليت قطع قشر فيه كده بيدي شكل، وهو اصلا القشر بتاعه فيه غذاء ما شاء الله. رشيت عليه ملح وسايباه لمده نص ساعه. هوريكم المشوي هعمل فيه ايه، والمقلي هقليه في الزيت بس هقلي البطاطس قبله. ماشي حبايبي؟ خليكم معايا وهقول لكم هنعمل الصلصه ازاي، وكل حاجه هتبقى قدامكم، وكل حاجه. ما انا بقول لكم الفيديو هيطول شويه بس هتستفادوا بيه. مسقعه دايت ومسقعه مش دايت. ماشي حبايبي؟ خليكم معايا حبايبي، هنظبط الدنيا وارجع لكم. كده هنشوي. هنا هنشوي البتنجان بتاع المسقعه الدايت. هنحط حبه زيت زيتون زي ما انتم شايفين كده، وهنعوز بيه الصينيه كده ما شاء الله. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ماشي حبايبي؟ وهننزل بقى بالبتنجان اللي احنا هنشويه تحت الشوايه. هنشويه تحت الشوايه تحت الفرن. انا مولعاه اهو. انا بعوصه زيت برده من اللي في الصينيه عشان ما يبقاش زيته كتير، وبحطه كده. ده البتنجان اللي هنعمله دايت، مش هنقليه في الزيت يا جماعه. هخلص دول وارجع احط تاني. وهنا بقى حاطه الزيت اللي هقلي فيه البطاطس الاول، وبعدين البتنجان بتاع المسقعه اللي بتتخن. انا مسمياها كده اهو يا حبايبي. هنحمر البطاطس عشان انا بحط فيها بطاطس، وارجع لكم بعد البطاطس ما تتحمر معاكم خطوه بخطوه. انا ضربت بشفشق طماطم اللي هعمل بيه الصلصه بتاعت المسقعه، وضربت الفصين 4 5 6 فصوص توم. ماشي؟ وعندي لحمه مفرومه متعصجه كانت في الفريزر، هقسمها على الصينيتين. اللي عندك ماشي بيه، عايزه تعمليها من غير لحمه مفرومه عادي مفيش مشكله. اللحمه المفرومه دي كنت معصجاها وحط عليها معلقتين صلصه. ماشي حبايبي؟ نحمر البطاطس وارجع لكم. وهنا هحط البتنجان تحت الشوايه. بصوا حبايب قلبي، هنا عشان نعمل الصلصه بتاعت المسقعه حطيت معلقتين زيت ومعلقه ثوم مفروم كبيره. ماشي؟ وهنا البطاطس احمرت اهي، هنطلعها ونبتدي نقلي بقى البتنجان. ماشي حبايبي؟ اهو هنطلعها ونبتدي نقلي البتنجان. هنا لسه الفرخه لسه ما عدش عليها حتى 10 دقايق والبتنجان بيتشوي. هنا اما التومه تحمر هننزل بالطماطم عشان تتسبك. ماشي حبايبي؟ لما اخد طماطم للمسقعه الدايت هبتدي اقطع بقى قرنين 3 فلفل للمسقعه الثانيه، عشان في حد عايز حراق وفي حد مش عايز حراق. كده حمرنا الثوم ونزلنا بالطماطم. هنحط معلقه سكر. اي حاجه بطماطم او بصلصه لازم تحطي سكر. وهحط معلقه ملح صغيره. وبعد كده دوقي الطعم وشوفي، يعني دوقي الملح وشوفي. هنغطيها وهنسيبها لما تتسبك. هنا بقى للبتنجان، خلصت البطاطس وهنا بقى للبتنجان، والبتنجان التاني في الفرن ما شاء الله. كل حاجه قدامكم اهي وزي الفل.
كده طلعنا البتنجان اللي احنا مشويينه اهو، بسم الله ما شاء الله. شايفين اللون جميل ازاي، اكننا قليينه. هنحط حبه زيت تاني. كل ما تيجي تحطي بتنجان لازم تحطي بتاع معلقتين زيت اهو، ماشي. ونقلبه برده زي ما قلبنا الاولاني اهو اهو يا حبايبي اهو. وهندخله تحت الشوايه برده اهو، وبألف هنا وشفا. ده يعني المسقعه الصحيه الدايت، اللي عايز ياكل اكل صحي هو ده الاكل الصحي اهو يا حبايبي. كل واحد براحته، اللي عايز يلخبط يلخبط اهو. يبقى عملنا دي وعملنا دي كده حبايبي. خلصنا الفرخه وطلعناها من الشوربه اهي. هنعمل الخلطه بتاعتها. وهنا البتنجان خلصنا شوي، وحطيت البايركس اهو اللي هعمل فيه البتنجان الدايت. وهنا الصلصه خلصت اتسبكت، ماشي. بعد ما ناخد الصلصه هنقطع فيها قرنين فلفل حامي، ونعمل التانيه بفلفل حامي. دلوقتي احضر معاكم التتبيله اللي هشوي بيها الفرخه، ماشي حبايبي. معلقه صلصه اهي، معلقه صلصه، حبه ملح، حبه فلفل، ماشي. ثانيه واحده بس هجيب معلقه نشا وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا. بصوا حبايبي كده حطينا شويه ملح، شويه فلفل اسود، ومعلقه صلصه كبيره مليانه. وهنحط معلقه سكر صغيره، ومعلقه نشا، معلقتين نشا، ماشي. حبه بصل باودر بتاع معلقه برضو صغيره، توم باودر، ماشي، بابريكا. التتبيله دي رائعه يعني، اعملوها وجربوها وما تخافوش وما تقلقوش، هتطلع تحفه بسم الله ما شاء الله يعني. ايوه عايزه بس شويه ميه صغيرين، ونبتدي بقى الفرخه نتبلها. انا سويت الفرخه خالص يعني في الشوربه. نتبلها كده، ونمسك الفرخه بقى كلها ندلكها بيها بالتتبيله دي. التتبيله دي تحفه 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 اهو. وننزل بيها بقى فين؟ في الزيت. بصوا هدعكها بقى بايديا وهرجع لكم هوريكم انا عملت ايه. انا كده وريتكم التتبيله ووريتكم الطريقه اهو. بدات معاكم هدعكها بايديا وارجع لكم. بصوا يا حبايب قلبي اهي الفرخه تبلتها بسم الله ما شاء الله. هننزل بيها على الزيت وهوريكم. بصوا وطعمها تحفه ما شاء الله، طعم التتبيله حكايه. هنا بقى هنعمل المسقعه الدايت اهي. التسبيكه اتسبكت، هنحط شويه في البايركس كده، ماشي حبايبي اهو. ونرصص البتنجان. بعد ما نرصص البتنجان نحط معلقتين لحمه مفرومه، ونحط رق بتنجان تاني زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. الوصفه تحفه وخفيفه للناس اللي عامله دايت واللي هي ما بتحبش تاكل مقلي، ماشي كده. هننزل بقى اللحمه المفرومه هنقسمها على الصينيتين اهي. نفرشها كده وهي عليها ما شاء الله صلصه ومسبكه تحفه اهو اهو يا حبايبي. احلى مسقعه واطعم مسقعه هتاكلوها بألف هنا وشفا حبايبي اهو، ماشي حبايبي اهو. هنقلل بس شويه عشان البتنجان يبقى ليه طعم يعني، مش نحط اللحمه المفرومه كتير وما يبقاش فيه طعم البتنجان كده كويس. ونرش بقى معلقه صلصه، وننزل بقى بالرق التاني. تحفه تحفه يا جماعه تحفه، مش قادره اوصف لكم هتبقى عامله ازاي اهي اهي ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر اهي يا حبايبي اهي. هنطلع بس بقيه البتنجان التاني نحطه ونرجع لكم. كده خلصنا كميه البتنجان المشويه. هننزل برده برق صلصه بس مش هنكتر. دي طماطم على معلقتين صلصه، مش هنكتر عشان ما تبقاش كلها طماطم بس كده. وهندخلها الفرن وهنبتدي بقى نعمل البايركس التاني. هنا الصلصه هعلق عليها تاني تغلي غلوتين بقرنين الفلفل دول. للناس اللي بتحب السبايسي هقطعهم صغير واحطهم في الصلصه. هنا هننزل بالفرخه على الزيت سخن زي ما انتم شايفين كده بسم الله الرحمن الرحيم اهو يا جماعه. احلى فراخ ولا نشوي ولا نرجع قلبنا. الف هنا وشفا.
هناخد من الزيت السخن كده ونحط في قلب الفرخه اهو عشان التتبيله تمسك فيها. شايفين الجمال؟ مش قادره اوصف لكم الريحه عامله ازاي بقى اهو يا حبايبي. شايفين اللون الجميل التحفه الخيال ده؟ بصوا لو عملت 100 فراخ مشويه مش هتديكوا اللون ده. متهيألي الفيديو ده هيطلع الترند على اليوتيوب وهيجيب مليون لايك ما شاء الله ان شاء الله. الحمد لله يا رب يا رب باذن الله. ماشي يا حبايبي، هنا احنا بنغلي الصلصه لسه ما غليتش بالفلفل عشان تبقى سبايسي. الناس اللي بتحب سبايسي هتاخد غلوتين كده وننزلها نعمل البايركس التاني. انا دخلت التاني في الفرن كده. خلصنا الفرخه المشويه التحفه الروعه دي ما شاء الله. وهنا هنبتدي نعمل صينيه المسقعه اللي هي بتتخن، انا مسميها اللي هي بتتخن ما شاء الله. يعني هنحط كده معلقه صوص بالفلفل الحامي الحراق. على فكره انا باكل منها انا كمان، انا بعشق المسقعه حراقه بصراحه. ونحط رق بتنجان. ماشي، هخلص رق البتنجان وارجع لكم. خلصنا رق البتنجان هنحط الفلفل الحراق. ماشي، نخلي قرنين اللي فوق وهنحط صوابع البطاطس المحمره زي ما انتم شايفين كده اهو. اهو يا حبايبي ما شاء الله بألف هنا وشفا. دي هتبقى خيال خيال. الطريقه دي تحفه تحفه والبطاطس بتشرب من الصوص وبتبقى جميله اهو. ننزل بقى بمعلقه صوص على البطاطس اهو كفايه كده. وننزل بقى ببقيه اللحمه المفرومه اللي احنا شايلينها اهو يا حبايبي. نفردها بقى اهو. طريقه جميله جميله يا جماعه، جربوها واعملوها بنفس الطريقه دي. حلوه قوي ان كانت دي ولا دي تحفه بصراحه. الاثنين بيبقوا حلوين قوي بصراحه. ماشي، نحط بقى بقيه البتنجان. رصصنا كده بقيه البتنجان ونحط الفلفل الحامي ونحط بقيه الطماطم كده. خلصنا المسقعه التانيه اهي ما شاء الله. بصوا تتاكل من غير ما تخش الفرن ولا حاجه، بتتكلم عن نفسها. بصوا الجمال والحلاوه بسم الله ما شاء الله. هدخلها الفرن وهرجع لكم لما نطلعها. خلصنا الوصفات الجميله التحفه. انا قلت لكم الفيديو هيبقى طويل شويه بس هتستفادوا بيه. ده يعتبر 3 فيديوهات في فيديو واحد. مسقعه دايت، مسقعه مش دايت، فراخ مشويه بطريقه جميله وتتبيله تحفه، شويه بطاطس مشويين كده بشويه زيت زيتون تحفه جنب الفرخه، فاضل شويه سلطه وبالف هنا وشيف حبايبي. قولوا لي ايه رايكم في ال3 وصفات دي وعلقوا لي واعملوا لي لايك، وربنا يا رب يفرح قلبكم زي ما فرحتوا قلبي. وشكرا لكل الناس اللي اشتركت عندي. وقولوا له ايه رايكم في الوصفات. بصوا الفرخه مستويه وبسم الله ما شاء الله. بصوا العظم بيطلع، شايفين الجمال اهي. حلوه قوي الطريقه دي جميله وهتعجبكم والطعم تحفه. وبالف هنا وشفا حبايب قلبي. ولو عجبتكم الوصفه ما تنسونيش في لايك وشير واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. ام يوسف حبيبه قلبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي.